وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ فاطمة حبيب. قبل ما نبدأ الكلام نصلي على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آه طبعا قبل ما نبدأ أي حاجة عايزة أقول كلمتين بس. يا ريت كلنا ندعي لإخواتنا في غزة إن ربنا ينصرهم يا رب، ينصر إخواتنا في غزة، ينصر يا رب. الأذان بيأذن، الظهر بيأذن، سبحان الله. يا رب يا ربنا يثبتهم وينصرهم وإن شاء الله نصر الله قريب. إحنا مفيش في إيدينا غير الدعاء. يا ريت كلنا ندعي وربنا هيقبل من قلب طيب، وانتوا طيبين. كل مشاهدين الحلوين اخواتي الغاليين ندعي لاخواتنا. ربنا ينصرهم، الواحد قلبه وجعه. ربنا ينصرهم ان شاء الله. اذان الظهر بيأذن وربنا هيقبل باذن الله. نخش بقى في الطبخ. هنعمل ايه؟ لازم هناكل. النهارده ان شاء الله هنعمل طاجن عكاوي. انا كان عندي عكاوي عاملاها قبل كده طاجن، وفاض مني الكام واحد حد يعني كام واحده دول. معلش انا قلبي وجعني بجد يعني. ربنا ينصرهم ان شاء الله. وفاض مني دول فقلت اعملهم معاكم طاجن. نقول التوابل اللي هتتحط عليها: فلفل اسمر اساسي، 7 بهارات، جنزبيل، حبهان، ورق لوري، بابريكا، ملح حسب الرغبه، فلفل بقى احمر اخضر الوان اللي عندك حطيه. عايزاه سبايسي حطي فلفل حامي، عايزاها عادي حطي فلفل رومي. وعندي حبهان، وعندي للشوربه يعني. وعندي بصل مقطعاه مكعبات، وعندي 3 فصوص توم. دلوقتي بقى هنيجي على البوتاجاز. وطبعا العكاوي الكميه الكرع العكاوي بحالها، الكميه اللي انت عايزه تعمليها. ومعايا طماطم. ان شاء الله بقى نيجي على البوتاجاز. دلوقتي حطيت حله على اول حاجه نسمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت الحله على البوتاجاز. احط فيها انا بشوح العكاوي الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. ولعت البوتاجاز. احط فيها اشوح بس العكاوي. بحب اشوح العكاوي كده، اديها تشويحه الاول كده. معايا كده شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا حبايب انتوا عارفين ان احنا لازم بنسمي. ليه؟ علشان ربنا يطرح في الاكل البركه ويبقى طعمه زي العسل. كل مشاهدين الغاليين طبعا انا بشكرهم بجد، بيبسطوني بتعليقاتهم الجميله. وانا بشكر كل مشاهدين، بشكر كل اصدقائي القدام اللي معايا مشتركين من زمان، بشكرهم جدا. وطبعا الجدد بشكرهم ان هم دخلوا قناتي جديد. انا برحب بيهم وبقول لهم الف شكر طبعا على مروركم اللي عاشر في قناتي. انا متشكره ليكم بجد وتعليقاتكم اللي بتفرحني وبتسعدني وبتحفزني ان انا استمر. الحمد لله. احط بقى شايفين انا كده شوحتها كده حلوه قوي. احط فلفل اسمر وهي بتتشوح كده بتدي فلفل اسمر الله على ريحتها جميله بجد بجد بجد. هعمل خلاص هي اتشوحت كده. احط بقى ميه مغليه. هي طبعا صغيره مش هتاخد وقت في السليق. اي حاجه بنحط فيها شويه سكر. ادي شويه سكر بيتسرعوا. هنحط بقى ورق لوري وحبهان وطماطمايه. طبعا الجزر غالي فما فيش داعي للجزر. هنعمل بقى؟ هنستغل الوقت بتاعنا وهنقل دي هنا على العين ده. خلاص انقلها هنا عشان دي عين كبيره. واجيب بقى بسم الله الرحمن الرحيم. اجيب الطاسه ونعمل عبال ما دي تستوي كده اكون انا حضرت طبعا
الحاجات بتاعتنا يعني هنعمل بقى ايه الصوص اللي يتحط فيها. كده هنحط بقى الطاسه، احنا بنستغل وقتنا علشان ايه ما نضيعش وقت. ادي زيت، معلش اعذروني انا ما قلتش الزيت والسمنه، ده زيت وسمنه، معلقه زيت معلقه سمنه. انا ما قلتش، معلش انا قلبي وجعني بجد على اخواتنا في غزه، ربنا ينصرهم يا رب. طبعا ما حطيتش هنا بصلايه اهي، حطيت البصله، واي ريم هيطلع هشيله. الريم اللي هي ايه فقاعات كده بتبقى على الحله اهو. عايزه اوريه لكم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهو اي ريم كده بيتشال اهو، اي ريم هشيله اهو. هي طبعا مغسوله حلو ما فيهاش حاجه، العكاوي تبقى من الحاجات الجميله بجد في الطواجن. بس هعمل ايه بقى، اغطيها بقى وتستوي، ونعمل ايه بقى، هنحط بقى البصل، هنحط الحاجات طبعا، الثوم والحاجه طبعا. الثوم انا بعمله كده يعني بدقه، يعني بدقه كده ما ايه بقطعه يعني مع بعض. ده هرسه بايديا، وده الرحمن الرحيم. نحط الثوم بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. نحط البصل ماشي. انا طبعا مش هسوي البصل، انا هشوحه بس خلاص كده. كل حاجه ايه ما تسووهاش، يعني التشويحه بتدي طعم حلو كده للحاجه وتبقى معسله. البصله لو اتحمرت بتفقد السكريه بتاعتها. اهو احط الثوم، هو بس يا دوبك هيتشوح كده يدبل يعني. طبعا عشان يدبل ذره ملح، الملح خليه يدبل على طول. انا احط التوابل كمان خلاص. احط الفلفل، ما تستغربوش من كميه الفلفل، احنا بنحب الحاجه سبايس وبنحب نحط شطه كمان يعني. وادي ايه الثوم، الله روايح، الله الله بجد، الله بجد على الروايح. روايح لو انتوا مكاني هتشموا روايح جميله جدا. يا رب بالهنا والشفا للي ياكل واللي يعمل وكله، يا رب بالهنا والشفا على قلبكم يا حبايب. جربوها مش هتندموا. اعمل ايه بقى، دي طماطم، الطماطم دي انا بصلصلها، بعد صلصلها بغسلها وبحطها على النار بحالها كده، بعد كده بضربها في الخلاط بس كده. تقعد معايا بقى بالسنه للسنه، بشيلش هم ايه الطماطم، غليت ما غليتش يعني. بس خلاص هضيف الطماطم بقى. بس اول ما تغلي هنروح على طول على الطاجن حاطين. بس طبعا انا هزود شوربه بس لما ايه تستوي، اما تستوي انا هزود ايه الشوربه. طبعا هي زمانها ايه يعني، هي ما بتاخدش وقت، هنشوفها بس كده. نوطي بس النار، انا معاكم ما فصلتش الفيديو خالص. ما شاء الله شفتوا، انا قلت لكم هتستوي على طول، شايفين هتستوي تاني. هنحطها بقى كده وهن ايه هنحطها في الطاجن على طول، شايفين ما خدتش وقت. هنزود الشوربه هنا كده اهو، شويه شوربه ايه، وهنقفل الطاجن بس هنيجي بقى هنقفل الطاجن. دلوقتي انا قفلت الطاجن اهوت، هو سخن، هدخله ايه هدخله الفرن بقى. نيجي بقى على الشكل النهائي، ده الشكل النهائي للعكاوي. قد ايه هي جميله، وعامله جنبيها رز ابيض. هو طبعا اي حاجه فيها طماطم يستحسن يتعمل ايه، هي مش قاعده بس يستحسن يتعمل رز ابيض. وطبعا هي كان كل حاجه مستويه، ما خدتش وقت في الفرن، يا دوبك بس ايه يعني خدت ريحه الفرن كده وايه، ووشها احمر. هي اللحمه احمرت واستوت وجميله. والرز الابيض شايفينه قد ايه البياض بتاعه ناصع ازاي، شايفينه قد ايه جميل ازاي.
وادي طبعا العكاوي اهيت، انا جرنشتها بس بايه، بعود اخضر ريحان. وإن عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.